ايه رأيكم في المفاجأة ديت؟ اول كده ما تخشوا الفيديو تلاقوا قمر قاعد عمال يخلل في الليمون يعني. مفيش اجمل من كده، كله بقى يكتب لها تحت قلوب. بصوا قلوب كده وحاجات جميلة كده. اللي بيعشق بقى الاطفال يقول ما شاء الله ربنا يبارك لي فيها يا رب ويخليها لي. وهنا بقى هي اللي حبت بصراحة تخلي الليمون، عملت صوريني صوريني، بتحب تتصور بصراحة. ما قلت لها خلاص هصورك، وكنت هي عمالة تحط الليمون وزي ما انتوا شايفين كده. هنا كانت بتقولي خلصت خلصت، يعني هي عايزة ليمون تاني. قلت لها لا، انا بدي اقوم اجهز الغدا. يلا بينا يلا، وحشتوني جدا قوي يا جماعة، جدا 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 جدا، كتير كتير قوي. من زمان بصراحة مش نزلت، انا داخلة يعني بقى اكتر من 25 يوم ما نزلتش ولا فيديو. بس بصراحة يعني أنا اليومين ده والفترة دي تعبانة جدا جدا. وان شاء الله هعرفكم قريب انا تعبانة من ايه وكل حاجة. انتوا عارفين انتوا حبايبي واخواتي واصدقائي وكل اللي بحبهم هنا. والله وحشتوني جدا جدا. بس عشان الفترة دي تعبانة وما بقدرش ان انا اصور، وبقيت بهبط العطول. حتى نفسي مش بقيت بقدر حتى اتنفس قد كده. يعني نفسي بتنفسه بالعافية والله يا جماعة. يا ربنا يشفيني يا رب ويشفي كل مريض ويقومني بالسلامة انا وكل اللي زيي يا رب. واستنوا بقى المفاجآت الجديدة اللي جاية في الفيديوهات، وربنا يقويني واصور لكم فيديوهات كتير. المهم بقى هنا كنت جايبة سمك شبار من السوق. احنا عندنا هنا السوق يا جماعة كل اربع، يعني في كل بلد طبعا بيختلف ميعاد السوق. اما هنا عندنا احنا السوق هنا يوم الاربع، يعني كل اربع سوق يبقى فيه رنجة، في بقى سمك، مش شرط يعني رنجة وسمك يعني. بس في ناس بيجيبوا سردين رنجة فسيخ اللي هما يفطروا بيها، او السمك ده بقى بيسيبوه للغدا للعشاء. فاهمين انتوا قصدي اكيد. اما الفسيخ بقى والرنجة دي بيفطروا بيها، او يعني ما بيجوا من السوق كده. المهم بقى انا هنا كنت نضفت السمك وكده وعمالة اعمل فيه. وكان ما شاء الله بصوا على حجم السمكية ما شاء الله كبير. وفي نفس الوقت بقى عايزاك تشوفوني شاطرة ولا اتغلبت. انا جايبة السمك دوت الكيلو ب55. وعامة كنت سائلة الناس كانوا بيقولوا بيبيعوا ب75، بس ما شاء الله السمك ده جميل. وفي نفس الوقت انا بجيبه من واحد مضمون، يعني السمك بالذات حاولوا انتوا تجيبوه من حد مضمون عشان مش يبقى معفن ولا يبقى باظظ من جوه، يعني ضارب قصدي، فاهمين انتوا قصدي، اللي هو يبقى ضارب من جوه يبقى ريحته وحشة. حاولوا السمك بالذات تجيبوه من ناس معينة، تبقوا انتوا يعني متعاملين معاهم ومجربين سمكهم. انا ما بحبش اجيب بصراحة من سمك من اي حد كده، لا لازم من ناس معينة. عشان ايه؟ حتى لو الحاجة رخيصة ما شكش ان الحاجة دي بايظة او كده. ماشي. المهم بقى جبت وكده وقلت يلا بينا ننضف يلا، والله ما خد 10 دقايق. وقلت يعني كان بصراحة في اليوم ده عندي حماس فوق ما انت تتوقعوا بصراحة. بس الحماس ده ما كملش ساعتين وكنت مهبطة وبص ومش فيا حل ان انا اقف حتى على رجلي. والله اليومين دول يا بنت يا دوبك اعمل عايزة اقعد اعمل الشغل، انا عايزة افضل نايمة. مش فيا حيل. والله يا جماعة مش فيا حيل خالص ان انا يعني افضل اقوم وانزل واقوم واصور. طبعا التصوير بياخد وقت. اما ربنا يعيننا ان شاء الله وهنصور ونعمل فيديوهات جميلة مع بعض. وخلاص اهوت. هنا السمك بتاعي كان بطنه كله يا بنات دهنة، دهون كده وبطروخ. يعني عارفين البطروخ اللي بيبقى بيبقى مبذر ده، اللي بيبقى في الشاور. بص انا هنا بوريكم، بصوا ما شاء الله كل السمك بالطريقة دي. انا طبعا غسلت السمكة غسلة حلوة، ونضفته وغسلته بالليمون من جوه ومن بره وبالدقيق. وخلاص ونضيف. ومسكت برضو الحك كده واديته تصبينة خفيفة، عشان طبعا لما بخلص خالص بديله بقى تصبينة كمان. وخلاص بقى هنا هعمل الدقة. اسمها دي يا رب الدقة بتاعت اللي بنعمل بها السمك ده، نخلي يعني احنا نملى بطن السمك بيه. ماشي اكن انتوا فاهمين وشايفين يعني. معلش معلش ده متلخبطة في الكلام. الدقة بقى بتاعتي من ايه بقى يا رب؟ من فلفل وتوم وطماطم وفلفل اسمر وكمون وحبة ملح. وخلاص بقى على كده. انتوا حابين بقى تضيفوا حاجة غير كده ضيفوا عادي. خلاص.
خلاص بقى انا هنا دقيت الفلفل والثوم، وبعد كده بدق بقى الطماطم، يعني بخلط الطماطم صغيره خالص، وببدا ان انا ادقها برضه عشان تبقى ناعمه خالص. وبروح بقى عصرة نص ليمونة او ليمونة على حسب ما انتوا حابين. انا هنا كنت عصرة مش فاكرة والله، بتالي نص ليمونة او ليمونة، هنشوف ده تاني، نسيت والله. بس يعني لو الليمونة كبيرة حاولوا تحصروا نصها، لو الليمونة حلوة يعني متوسطة تبقى ليمونة كاملة، عامة دي معروفة. مثلا أنا عشان كان عندي احجام ليمون عائلية، عارفين الليمون اللي بيبقى عائلي ده بيبقى كبير خالص كده، اهو ده اللي كان عندي بصراحة، ليمون كبير يعني الليمونة ب2. اهو انا بالتالي هنا هحط نص بس، اصلا ما شاء الله يعني الليمون مليان مية كده. هو عامة السمك بيحتاج معلقتين ليمون بس، يعني مش بيحتاج اكتر من كده. خلاص بقى الم اللي حواليا، انا بصوا يعني بحب النظافة جدا، بحب يبقى الحوض جنب نضيف والحاجة نضيفة، واشتغل في حتة نضيفة، ويبقى المنظر بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي اهوت. بصوا وبالمعلقة بقى وحشي، وكل سمكية كده او كل مشط حطي فيه معلقة دقة كده، والدنيا هتبقى تمام معاكي. اهم حاجة في السمك كده بيحب الدقة، بالذات الشبار ده. اه وخلاص بقي واحدة ولا بقي 2، وابدأ بقى ان انا امسك السمك وهسويه، عشان بقية الدقة اروح رشها بقى من فوقها يا جماعة. بصوا اهم حاجة بس ان الغنيش دي تبقى فوق، يعني الراس دي تبقى فوق كده على بعض، عشان بصوا انا بحط في الراس اهي عشان الدقة تدخل جوه السمك ومن بره ومن جوه وخلاص. ابدأ بقى ان انا اعينه في التلاجة، عشان بصراحة كنت ميتة من الجوع، وكان بدي راح افطر. اما السمك بسيبه 3 ساعات او 4 ساعات في الدقة دي، مش بقى طوالي. هنا بقى كنت عاملة فطار خفيف انا وجوزي، قالية كده طبق بطاطس جميل وبتنجان وفلفل، والجمدان بقى بتاعنا بتاع النهاردة هو السردين اهو، وبحب احصر عليه ليمون. يا سلام يا سلام، ده الكلام الواحد بقى نفسه تتفتح. احلى طبق سردين يا جماعة. وخلاص بقى كان جوزي جاب طبعا طعمية وفول وحاجات من ديت، وفطرنا انا وهو وخلاص. هنا بقى كان يعني بقى يجي 4 ساعات ولا 5 ساعات فاطرين. قلت بقى خلاص اقوم اجهز الغدا وكده، يعني بحب اجهز الحاجة وخلاص اركنها، يعني فاهمين، يعني اللي يعوز ياكل يلاقي الاكل جاهز وكده، او اللي يعوز يفضي كده. المهم قلبت الشعرية يمين وشمال ويمين وشمال، حاجة كده احمرت وخدت لون ذهبي كده جميل. واهم حاجة تفضلوا تقلبوا فيها، مش تسيبوها عشان تبقى كلها لون واحد. يعني بصوا اهي كلها لون واحد. هنا برضو خدت لون تاني وبرضو واحد، عشان مش تتحرق، والرز طبعا بتدي مرارة وحشة خالص في الرز. يلا 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 بينا بينا يلا. خلاص هنا يعتبر احمرت والدنيا تمام. وهبدأ بقى اجيب الرز كده، وهبدأ بقى ان انا هفضيه. خلاص بقى ماما احمرت كده والدنيا بالتمام معايا، عشان مش تتحرق وتديني مرارة. اه خلاص بقى ابدأ ان انا هجيب مية وازود، ونحط حبة ملح وخلاص. انا مش بحط اصلا يعني في الرز الا ملح ومية وخلاص. مش عارفة بقى في ناس بيحطوا حاجات تانية ولا لا، بس انا ما بحطش الا كده، بالذات رز الشعرية، يعني هو مية وملح بس اهوت. واقلب يمين وشمال ويمين وشمال، واقفل الحلة وخلاص على كده. وكده تبقى العشاء بتاعنا جاهز وخلاص. اهو هنا بحاول ادوب يعني شعرية مكلكعة في بعض او ماسكة في بعض، احاول ان افكها برضو. لازم تفضلوا تدوروا كده يمين شمال يمين شمال، محدش يشوفه فيه ولا مش فيه. اوقات لما بنروح جنبينه رز مرة واحدة بيروح ماسك الشعر، بتبقى مديها صدمة كده ماسكة في بعض. عشان مش تبقى في حاجة ماسكة في بعض بعملها كده بالمعلقة. والرز بقى كان طالع مفلفل وجميل والله يا بنات، بألف هنا.